انا زي بابا بالظبط، في الشدة شديد وفي القوة قوي. احمد مرتضى منصور نسخة مصغرة من المستشار مرتضى منصور. احمد مرتضى منصور خلاص بقى سطلنا 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 سطلنا. احمد مرتضى منصور بيقول لك احنا شبعنا بطولات. احمد مرتضى منصور بيقول لك الاهلي بيجيب صفقات وما بيجيبش بطولات. احمد مرتضى منصور بيقول لك الزمالك فريق جبار وبيحقق كل سنة على الاقل بطولتين او 3. احمد مرتضى منصور بيقول لك فاضل له كاس افريقيا ويبقى قفل اللعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسرة ملعب افندينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم ووحشتوني، وكالعادة لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. يلا يا ابو الصحاب ادعم اخوك باللايك وخليك سطلانة، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، هذا الشبل من ذاك الاسد، هذا احمد مرتضى منصور ابن معالم مستشار مرتضى منصور، زي بابا بالظبط، في الشدة شديد وفي القوة قوي. احمد مرتضى منصور عمل حوار صحفي لذيذ جميل لذوذ كده كله سطلانة. هتقول لي سطلانة؟ ايوه سطلانة. ما هو لما يطلع احمد مرتضى باشا منصور ويقول لك الزمالك شبع بطولات واحنا زهقنا من البطولات، ما هو مش كل شوية ناخد بطولتين ولا 3 في السنة سواء في الكورة ولا حتى في الالعاب التانية. اقول لك ايه واعيد لك ايه عن جمال تصريحك يا معالي الاستاذ احمد مرتضى باشا منصور؟ ايه الحلاوه دي؟ احنا زهقنا بطولات؟ احنا الزمالك زهقنا بطولات؟ بطولات ايه اللي احنا بناخدها؟ بطولات ايه يا سي احمد؟ يا هو انت فاكر ان الزمالك اللي خد بطولة افريقيا؟ وربنا ما احنا ده الاهلي. ولا انتوا عشان بتشجعوا الاهلي زي ما بابا ما طلع ما قال انا هشجع الاهلي فاعتبرتوا ان البطولة بتاعتنا وربنا بتاعت الاهلي يا احمد بيه؟ بطولات اللي احنا بناخدها. ولو على كلامك ان احنا بناخد في كل سنة بطولتين او 3 سواء في يعني كرة القدم او حتى الالعاب الاخرى، فعشان كده احنا زهقنا، فعلى كده المفروض الاهلي ينتحر اللي بياخد كل سنة 15 17 بطولة. يعني الاهلي بس السنه دي يا احمد باشا واخد 2 سوبر مصري، واخد كاس مصر، واخد الدوري المصري، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد الرابع على كاس العالم يعني، وهيلعب السوبر الافريقي وهيلعب كاس العالم تاني، ده غير 14 بطوله في الالعاب التانيه اللي انت بتتكلم عنها. يبقى المفروض ايه؟ ده المفروض عند المكواجي يا احمد بيه. سطلانة سطلانة وربنا سطلانة. ما علينا، ده مجرد تصريح كده كان احمد باشا يعني ايه يعني بيستفتح الحوار. خش بالتقيل بقى، خش بالتقيل يا احمد باشا. الاهلي جاب صفقات ب3 مليون دولار وما حققوش حاجة، واحنا بندفع اقل منه وجبنا بطولات وجبنا 2 دوري. الله عليك، الله عليكم على الصنف الشديد. الصنف ده اكيد يعني زي ما قلت في الحلقة السابقة اكيد بول ابل. لا ده عدى كل المراحل. انت عديت كل المراحل يا احمد انت عديت السطلانه بكتير. ده سطلانه ايه؟ اقول لك استنى اغني لك. سطلانه 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 سطلانه. احمد باشا بقول لك الاهلي واخد 14 بطوله في الالعاب الاخرى، وواخد 2 سوبر ودوري وكاس وافريقيا وسوبر تاني وكاس عالم للانديه، ويعني بينافس ريال مدريد على البطولات القاريه. ده ما حققوش حاجه واحنا مسكنا في ال2 دوري. احمد باشا الاهلي عنده 44 دوري، احنا عندنا 14. احمد باشا يعني ارجوك ركز معانا، انت عايش معانا على الكوكب. انت داري ان جمهور الزمالك ماشي بالعلاج والدواء؟
انت داري؟ انت عارف انت بتقول ايه يا ابني؟ انت معانا؟ لو انت معانا قول لي انك معانا، ولا انت مع الناس التانيين؟ لو انت مع الناس التانيين يبقى اكيد في، يعني عرفنا السين. طب انت بتضربه منين؟ الصنف ايه؟ عرفونا يمكن نجيبه نعيش معاكم على كوكب السعاده اللي انتوا عايشينه ده. ايه كميه السعاده دي؟ وبعدين يا احمد باشا، انت عارف بابا جاب كام لاعب في تاريخ يعني مرتضى باشا منصور من ساعه ما مسك رئيس نادي من سنه 2014 لحد السنه دي؟ جاب كام لاعب يا احمد باشا؟ 102 لاعب. او ربنا 102 لاعب يا احمد باشا، 102 لاعب يا مؤمن. والاهلي ما بيجيبش حاجه واحنا اللي بنجيب حاجات. حاجات ايه؟ حاجات ايه؟ حاجات ايه يا راجل؟ بص، سطلنا 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 يا راجل. سيبك من التصريح ده تصريح يبقى انه كان يعني كان ما كانش فطر. ما كانش فطر. ما تبقاش قاسي كده يا افندينا. ايه يا راجل؟ خش على التصريح التالت. خش معايا على التصريح التالت وزق معانا اليوم. فاضل اكسب بطولة دوري ابطال افريقيا وابني فرع 6 اكتوبر وابقى كده قفلت اللعبة. واو، انها لمذهلة بجد. انا كبهير انبهرت. لا 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 يا احمد باشا، لا انت كده انت هتقطع نفسك يا راجل. يعني انت اقصى طموحك ان انت تاخد دوري ابطال افريقيا وبكده هتبقى قفلت اللعبة؟ اللي الاهلي واخد 11، اللي الاهلي في اخر 4 سنين واصل 4 نهائيات متتالية واخد منهم 3. احنا هناخد بطولة ونبقى قفلنا اللعبة؟ اللي الاهلي واخد في البطولة اللي انت نفسك فيها دي 11 بطولة واحنا واخدين 5. هتقفل اللعبة؟ الله عليك، الله عليك وعلى حواليك. بص انا اقول لك على حاجه يا احمد باشا، الفرع اللي انت بتتكلم عنه ده الاهلي مفتتح من شهر 1 الفرع الرابع. لعبه ايه ده؟ لعبه قزوز اللي انت بتقول عليها دي. ده انت لو بتلعب الشايب يا راجل مش هتقول الكلام ده، او ربنا وربنا لو بتلعب الكوتشينه ما هتقول الكلام اللي انت بتقوله ده. بس انا ارجع واقول لك هي السطلانه. السطلانه اسلوب حياه في الزمالك. السطلانة وما أدراك ما السطلانة. يعني بصراحة مجلس الإدارة كله تحس إنه متسلطن كده، كله عايش في مهاويه. بس أنا ناوي إن أنا أجرب الصنف بتاعكم ده، بول الإبل. حدد لي الصنف بقى. هو بول الإبل اللي بيخليكم سعداء كده وشايفين الحياة وردي وهنقفل اللعبة وبابا المجال وبابا الشغلانة. الله عليك الله. ما علينا ما علينا ما علينا. قفل يا باشا، قفل براحتك، قفل يا معالي الأستاذ احمد باشا ابن معالي المستشار مرتضى باشا منصور. طيب نخش على التصريح اللي بعده. خش معايا كده وزق الليله. ميزانيه الاهلي مليار جنيه في العام. ادوني الفلوس دي وانا هاخد كل البطولات في كل الالعاب. مش بس كده، ده انا هاخد كاس العالم للانديه. بيعجبني ثقتك بنفسك يا علي. يا ولد احنا صارفين فوق ال3 مليار السنه دي يا ولد. يا لعيب يا ولد. يا ولد اختش يا ولد. يا ولد بطولات ايه اللي بتتكلم عنها يا ولد؟ كاس عالم للانديه ايه يا ولد اللي انت هتاخده يا ولد؟ هو احنا عارفين نعدي من دوري المجموعات في افريقيا يا ولد؟ يا ولد طب نوصل لدور ال8 بس ونبقى جبرت معانا يا ولد. يا ولد كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه. هو بابا عارف اللي انت بتقوله ده؟ يعني بابا قال لك تطلع تقول الكلمتين دول؟ اصل بابا من شهرين فاتوا لما كان الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه قال ان هو البطوله دي بطوله شرفيه وان الاهلي بيلعب فيها فرق السمنه والزيت. ايه بقت بطوله رسميه والحمد لله لو معاك مليار جنيه هتاخد الكاس بتاعها. طب بابا صرف المليارات فين يا احمد بيه؟ احمد بيه لما رحنا جبنا دونجا ب 82 مليون جنيه وجبنا مصطفى شلبي ب 76 مليون جنيه وعمر جابر اللي ما سمعناش عنه في طبق اليوم السنه دي ب 45 مليون جنيه وغيره وغيره وغيره. كانت الملايين دي كلها مش من ضمن الميزانيه؟ يعني كانت فوق الميزانيه مثلا؟ يا احمد باشا ابوس دماغك، ركز معانا شويه يا احمد بيه. ابوس دماغك انت وبابا، بلاش تطلعوا على الفضائيات
يا باشا انتم ما بتطلعوا على الفضائيات بتاخدوا هوا وبتاخدوا برد فبتقولوا اي كلام. يا احمد بيه اللي انتوا بتقولوا ده بيخلي الاهلاويه يحفلوا علينا اكتر ما احنا بيتحفل علينا. انا طالع احفل على نفسي قبل ما حد يحفل عليا. احنا خلاص يا احمد بيه احنا بقينا محفله السوشيال ميديا. يا راجل اتقوا الله فينا شويه، اتقوا الله فينا شويه وبطلوا السطلانه بقى. سطلنا. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك يا اخي اسمع اغنيه سطلانه او خش اتفرج على قناه الزمالك كوميدي وادعم اخوك باللايك. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.